السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحبابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من آخر فيديو قدمته لكم. النهاردة بقى هعمل لكم حتة وصفة. شفتوا الرز اللي بيبقى مع المندي كده في المطاعم، اللي هو لون ولون، لون أحمر ولون أصفر وألوانات كده جميلة؟ هنعمله النهاردة بكل تفاصيله، هيعجبك جدا جدا جدا. وما اقولكيش بقى انتي هتبطلي تروحي اي مطعم بعد الطريقة دي. هنعمل معاه فرخة مشوية. طب يلا نروح نشوف الطريقة. بس قبل ما ابدأ الفيديو بقى، انزلي تحت اشتركي في القناة وفعلي الجرس لو انتي لسه ما اشتركتيش عندي. نبدأ بقى ونقول بسم الله. ادي الفرخة جبتها من اول اليوم، نقعتها كده في شوية مية بملح بسيطة، ما حطيتش ملح كتير. وجبت بقى هنا شوية بهارات، بابريكا، ملح، فلفل وكمون، مش عايزة اي بهارات تانية. وعندي هنا بصلاية كبيرة بشرتها بالمبشرة مش قطعتها، وهحط عليها بقى البهارات. وعندي نص ليمونة، بس انا مش هحط اكتر من كده في تتبيلة الفرخ. هبدأ بقى احط كل الحاجات ديت على البصلاية، وادعكها قوي قوي بالبهارات عشان تبدأ ريحتها تطلع. اول ما احس ان ريحة البصلاية طلعت كده، خلاص هبدأ ان انا اتبل بيها الفرخة بتاعتي. خلاص كده. وجبت الفرخة كده كنت نقعاها بقى ومنضفاها وتمام قوي قوي. هبدأ ان انا اعصر عليها نص ليمونة، عشان لو في اي زفارة او حاجة تنتهي. هو اصلا بسم الله ما شاء الله ما كانش فيها زفارة ولا اي حاجة، بس برضو زيادة امان. وكمان بتديها برضو طعم كده، يعني مزازة بسيطة كده بتبقى جميلة اوي. انا مش هو نص ليمونة بس. هبدأ بقى كده اجيب البصلاية وابدأ اتبل الفرخة كويس قوي، وادعكها بكل الحاجات الحلوة دي. هجيب بقى صينية كده، احطها واحط الفرخة جواها عشان خاطر لما اتبل، ولو شوية بصل وقع ولا حاجة تقع في قلب الصينية. جبت البهارات اهي بالبصل. هبدأ بقى ادعك الفرخة دي كويس جدا جدا، لدرجة ان انا احس ان الفرخة خدت من ريحة البصل والبهارات. بإذن الله الطريقة دي هتعجبك جدا جدا جدا، وكمان هتعتمديها عندك لان الفرخة كانت دايبة دوب. بعد كده جبت حوالي 3 بطاطسات متوسطة الحجم، قطعتها قطع كبيرة. وعندي قرن من الفلفل الأخضر، وعندي هنا طماطميتين كده قطعتهم برضو شرايح، وبصلتين صغيرين برضو قطعتهم كمان شرايح. كمان عندي هنا شوية من الفلفل والكمون، شوية من الملح، شوية من البابريكا، كركم، وورق لوري. هبدأ بقى ان انا اجيب بولة كده وانزل فيها كل الحاجات دي وادمجها مع بعضها كده. هنزل بالبهارات الاول والملح، كمان شوية من الزيت عليهم كده، حوالي معلقتين 3، يعني مش هكتر لاني برضو الفرخة هتنزل شوية من الدهون كده. هقلب كل الحاجات دي مع بعضيها كده، وبعدين هنزل بكمية الخضار كلها في قلب البول، واقلبها تقليبة كويسة. وبعد ما احس انها اتبلت بكل البهارات والملح كده، كده الخضار بتاعي اتبل بقى جميل جدا. اجيب الفرخة بقى بتاعتي، انا اصلا ما قعدتهاش متبلة كتير، هي حوالي ربع ساعة تلت ساعة مش اكتر. اجيب بقى الخضار واحطه في الارضية بتاع الصينية، يعني جنب الفرخة وكده. بصراحة بيبقى طعمه جميل جدا جدا الخضار ده، هيعجبك قوي قوي وهتاكليه وهيعجبك جدا جدا ويعجب اولادك كمان. في نفس الوقت بيدي ريحة حلوة مع الفرخة، تبقى جميلة قوي قوي قوي. هجيب بقى شوية كده من المية بسيطة مش كتير قوي، يعني لان الفرخة هتنزل برضو سوائل والخضار هينزل سوائل، فبرضو مش عايزة احط مية كتير لاني انا عايزة الفرخة تبقى يعني مستوية وفي نفس الوقت ناشفة كده وحلو. خلاص كده الفرخة خلاص جهزت. بعد كده هجيب ورقة من ورق الزبدة واحطها الف بيها الصينية، وكمان عليها ورقة من ورق الفويل. وهبدأ اسيبها في الفرن على نار متوسطة. الاول هخلي الفرن عالي، وبعد كده اخليها على نار متوسطة. هتقعد حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع. طبعا هتكون الفرخة استوت معايا تماما تماما طالما انا حطيت ورق زبدة ومن بعديها ورق فويل وقفلت كويس. هتستوي معايا، يعني مش هتاخد وقت طويل. انا هقفل كده كويس، وده شكلها بعد ما قفلتها كده. احطها بقى في الفرن، وبعد ما تستوي ارجع لكم تاني اوريها لكم شكلها بقى عامل ازاي. في نفس التوقيت بقى هبدأ اجهز لل... للرز بتاعي. هجيب حلة كده من المية، هحط فيها حوالي لتر ونص. خلينا نقول لتر ونص عشان خاطر المية بتتبخر وبتاخد وقت.
يعني لما بتقعد مع البهارات كتير بتاخد وقت. انا عندي هنا 5 مرقات دجاج، وعندي كبابة صيني، وفي قرفة خشب، ورق لوري، ومعلقة من السمنة. ولو مش عندك سمنة وعايزة تحطي زبدة برضو مش مشكلة، بتبقى حلوة قوي. وعندي هنا حبهان وقرنفل. كده تمام. تحطي كل البهارات دي، واول ما المية تغلي معاكي تطفي عليها، تسيبيها شوية كده، يعني حوالي 10 دقايق تغلي لحد ما تاخد من الريحة بتاع البهارات دي. في حلة تانية هنزل كده بحوالي 3 معالق من الزيت. اول ما الزيت يتقدح هبدأ انزل ببصلاية كبيرة متقطعة قطع صغيرة، وهشوحها في الزيت شوية لحد ما ريحتها تطلع، تبقى ريحتها جميلة كده. اول ما البصلة تدبل معايا انزل بنص كيلو من الرز البسمتي، كنت غسلاه ونقعته حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع ساعة، انتي وراحتك. الرز ده كل ما تبليه كل ما بيبقى نتيجته افضل يعني. شوحه تشويحة مع البصلة كده، انزل عليه بالشوربة اللي انا عملتها، بس بعد ما انزع منها البهارات اللي انا حطيتها كلها كده بالمصفى، وابدأ انزع كل البهارات عشان ما تضايقنيش ولا تضايق اولادي. خلاص كده هزيدها زي الرز العادي، لان انا بلى الرز كويس وخد المدة بتاعته. يعني ما تكتريش، يعني حوالي عقلة صباع كده من بعد الرز. طبعا هي سخنة والرز متشوح، فهتبدأ تغلي على طول معايا. هزودها برضو كده عشان خاطر ابقى مطمنة من السوى المظبوط. بصراحة الرز ده مهما بتحطي له ميه يعني مش بيبوظ معاكي. عندي هنا زبيب. هبدأ كمية مش كتير، انتي وراحتك الكمية، لو اولادك بيحبوه ممكن بتحطيه. وبصراحة انا كان نفسي قوي احط من الزبيب الاحمر اللي هو الطالع جديد ده، بس بصراحة انا ملقيتوش متوفر عندي، فبإذن الله نعمله مع بعض. طريقة بقى اللي احنا هنعملها عشان نطلع الرز بالالوان الجميلة اللي انتوا شفتوها. عندي هنا حوالي معلقتين من الزيت، هنزل عليهم بشوية كده بمعلقة، حوالي معلقة كده من بودرة الزعفران، ده بيدي اللون الاصفر الجميل قوي. وهبدأ اقلبهم في الزيت قوي 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 لحد ما احس ان اللون اندمج كده معاه. وده شكله بعد ما قلبته كده. اركن ده بقى على جنب، واجيب اللون الاحمر اللي بيخلي الرز لونه احمر وجميل. هجيب طبق تاني واحط فيه حوالي معلقتين من الزيت، وادي اللون التاني يا ستي. عندي ده دم الغزال، هو ده المكون اللي بيخلي الرز الاحمر ده جميل قوي. محدش يقولي ان هو مضر، هو مكمل غذائي كمان. انا بحثت عنه عشان خاطر اشوف اذا كان نتيجته هتبقى مضرة او حاجة، لقيت ما لقيتش له اي اثار جانبية متعبة او اي حاجة. هبدأ ان انا احطه كده واقلبه لحد برضو ما يمتزج بالزيت زيه زي اللون التاني. بعد كده استنيت لما الرز ابتدى يتشرب المية بتاعته خالص وبدأ ينشف خالص. في اخر دقيقتين كده هبدأ ان انا انزل بالالوان دي في جوانب متفرقة كده من الحلة، وبرضو مش هلمسه الا لما احس ان الرز استوى تماما، علشان خاطر يدي الالوان اللي انتي هتشوفيها بعد كده. خلاص كده انا حطيت اللون الاصفر اهو، وده اللون الاحمر برضو هنزل بيه في اجزاء كده متفرقة من الحلة. بعد كده هغطي عليه واسيبه لغاية ما يستوي تماما تماما لحد ما يبقاش فيه اي سوائل. خلاص كده هشوف الصينية بالفرخة، اعتقد ان هي قربت تستوي خلاص. بصراحة بسم الله ما شاء الله استوت معايا، بانت اهي. هي يعني اول ما تلاقي جنب كده بدأ يفصل من بعضيه اعرف انها استوت. انا بقى هشوفها كده بالشوكة، الشوكة اول ما تدخل معايا بسهولة اعرف انها استوت. بسم الله ما شاء الله باين عليها استوت اهي. هبدأ بقى اجيب فرشة اللي هي بتاعة توزيع الدهون، وهأدهن وش الفرخة كده من الدهون اللي نزلت منها، بتساعد على تخلي لونها احمر وجميل. هدهنها بقى كلها كده ودخلها تحت الشواية تاخد لون. خلاص كده كل حاجة جاهزة عندي، هبدأ ان انا اقدمها. عندي صينية اهي هجيبها عشان اغرف فيها واقدم فيها الرز والفرخة. ادي يا ست الرز بعد ما استوى تمام. هتبتدي ان انت تقلبيه كده تقليبه مع بعضها عشان يندمج كل رزاية مع التانية. ما اقولكوش على جماله.
وعلى طعمته، طعمه ممتاز جميل قوي 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 وهيعجبك قوي. عظمة. وفي نفس الوقت طعمه جميل قوي قوي. ابتدي بقى وزعيه في الصينية بالشكل ده. وادي الفرخة بتاعتنا المشوية الجميلة دايبة دوب، والله العظيم مش قادرة اقول لكم ريحتها وطعمها عامل ازاي. جميلة قوي قوي قوي. احلى اكلة ممكن تعمليها. ما اقولكيش بقى ولا تقولي لي مطعم ولا تقولي لي غيره، دي بيتي ومعمولة بطريقة جميلة جدا، وايدك اللي عاملاها بكل نظافة وبكل حب. هتعجب اولادك جدا جدا، وكمان وفرتي فلوس كتير جدا. ممتازة. تعالوا بقى اوريكم بقى الفرخة بتاعتنا بعد ما استوت. منتهى الجمال، حاجة كده ولا في الخيال. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال. دايبة دوب. ما شاء الله عليها جميلة قوي قوي. طبعا هاخدها كده واجيب معلقة، لاني بصراحة انا مش قادرة اقاوم الطعم ولا الريحة مخلياني مش قادرة اقاوم. ادوق بقى الجمال والعظمة دي. ممتازة. جربيها وقوليلي ايه رأيك في التعليقات. واخيرا لو عجبك حلقة النهاردة، احلى تعليق واحلى لايك، ولو انت لسه ما اشتركتيش عندي انزلي تحت اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.